اجري يا صديقي، اجري بسرعه بسيطه، مش لازم تبقى يوسين بولت. اجري، او لو مش قادر تجري امشي مشيه سريعه، مش قادر تمشي مشيه سريعه امشي مشيه بطيئه. مع الاستمراريه يا صديقي صدقني هتلاقي فارق كبير. السلم اللي كنت بتنهج وانت طالعه مش هتنهج منه تاني، ده لان القلب بقى اقوى وبيضخ دم محمل بالاكسجين اكتر، ده لان الشعيرات الدمويه في الرئه اللي حوالين الحويصلات الهوائيه اللي بيحصل فيها تبادل الغازات كثافتها هتزيد. قلبك هيضخم زي عضلة البايسبس، حجمه هيكبر من 10 ل 30% من حجمه الكلي، وده تضخم آمن نتيجة ان القلب اصبح اقوى واصبح يسع دم اكتر وبقى مرن اكتر. فارجوك اعمل تمارين تشغل فيها الكاردياك ماسل، عضلة القلب. مش لازم تكون جري، مش لازم تكون سباحة، مش لازم تكون رفع اثقال، مش لازم تكون اي حاجة معينة، حتى لو عملتها وانت قاعد وهكذا، ولكن دي صعبة شوية مش فاهمها اصلا. شهر ولا شهر تلاقي نفسك قلبك بقى اقوى. كان معاكم زين لو مهتم بالرياضة لايك فولو.